مستحيل يكون ده وزنك الحقيقي لو انت بتوزن في الثلاث اوقات اللي هقولهم لك دلوقتي دول، واهم وقت فيهم هو رقم 3. خليك معايا للاخر. رقم 1 انك بتوزن بعد اكله كبيره واكل فيها كميه الياف كتيره زي السلطه والخيار والجرجير والخس، وهنا الكميه الالياف بتمتص كميه ميه كتير، وهنا بقى الالياف بتنفش في البطن وتبص تلاقي ايه؟ وزنك بيزيد. وبالتالي هنا وزنك بيزيد زي كده ما نبقى صايمين في رمضان واكلين طبق سلطه وراه ميه كتير، تيجي توزن تلاقي وزنك زايد كيلو 2 كيلو. 2 انك توزن بعد الوجبه الفري او تاني يوم الوجبه الفري، لان في الوجبه الفري انت بتدخل كميه كربوهيدرات كتير. 1 جرام من الكربوهيدرات بيخزن معاك من 3 ل 4 جرام ميه، فما توزنش تاني يوم الفري ابدا. 3 انك توزن بعد التمرين على طول، بالاخص يكون في اليوم ده عرقت كتير وشربت ميه كتير، لان 3/4 تكوين العضله ميه، والعضله بتخزن كميه ميه كتير مع فقد العرق كتير. وطبعا اول ما تيجي توزن بعد التمرين على طول تلاقي وزنك زياده وانت مش فاهم ليه. واهم حاجه عايزك تعملها دايما انك ما تعتمدش على الميزان خالص في نزول وزنك، ولازم تكون بتحسب الماكروس بتاعتك كويس. ولو عايز تعرف تحسب ازاي كميه الدهون والبروتين والكربوهيدرات في اكلك، اكتب لي كلمه ماكروس تحت في الكومنتات وهبعت لك لينك